هتقابلوا ناس للأسف بيحبوكوا وقت ما يكونوا فاضيين، وناس تانية على استعداد يبيعوا الدنيا كلها علشانكم. كتير بتشتكي من دايرة الاستغلال العاطفي، وهنا لازم البني آدم يتعلم إنه يصدق كل الناس اللي حواليه، بس في اللي بيعملوه مش اللي بيقولوه. جالك واحد بعد موقف معين بيعتذر، بيتأسف، بيعيط حتى بالدموع، لو سمحت صدقي أفعاله ما تصدقيش كلامه. الناس المسمومة اللي فيها طبع الاستغلال العاطفي بيكونوا عارفين كويس قوي إن كل حاجة بيعملوها بتأثر قوي على اللي قدامهم. لما يلاقوا إن الموضوع بيضيع منهم هم أكتر ناس بتعتذر. الناس ده هي أكتر بني آدمين ممكن تعتذر لمجرد إن أنت ما تبطلش تديله الحاجات اللي هو اتعودها إنه ياخدها منك. اللعبة اللي بيلعبها ابتدت تبوظ. بالمناسبة هما بيكونوا محتاجين الحاجة اللي بياخدوها منكم. الناس دي بيتغذوا على السم اللي بيزرعوه في البني ادمين اللي حواليهم. في ناس كتير عايزه منك مش عايزاك انت اساسا، وفي ناس تانية عايزاك انت ومش محتاجين منك اي حاجه. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هبقى واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.